موضوع آخر، وصلت إلى ولاية سوغهراس دفعة جديدة من الكباش المستوردة تم توجيهها إلى 3 نقاط بيع معتمدة. تفاصيل نتابعها في سياق تقرير حسن طرابلسي. ضمن التحضيرات المتواصلة لعيد الأضحى المبارك، استقبلت ولاية سوغهراس دفعة جديدة من الكباش المستوردة، والتي تم توجيهها نحو 3 نقاط بيع معتمدة، وهي طاورة، تفاش وبير بوحوش. وتندرج هذه العملية في إطار برنامج تنظيمي دقيق وضعته السلطات المحلية تمهيدا لانطلاق عملية البيع مع بداية الأسبوع الجاري. اليوم ولاية سوغهراس جلبت الحصة الثانية تاعها اللي راح تتوزع على مستوى 3 وحدات فلاحية تاع الإنتاج الفلاحي، الأولى في تيفاش، الثانية في طاورة، والثالثة في بير بوحوش. هذه العملية راح تنطلق خلال الأيام القليلة جدا القادمة. كاميرا النهار رافقت عملية المعاينة الميدانية بنقطة البيع بلدية طاورة، حيث تابعت عن قرب مختلف مراحل التفريغ والمعاينة، وذلك تحت إشراف فرق مختصة من المصالح الفلاحية والبيطرية. وقد جرت العملية وفق بروتوكول صحي محكم يضمن سلامة الأضاحي ويحترم المعايير الصحية المعمول بها. قام طاقم متكون من أطباء بياطرة وتقنيين سمين في الصحة الحيوانية بالوقوف على مدى صحة هذه الحيوانات ومرافقتها إلى مدينة سوغهراس في انتظار وصول باقي الدفعات ضمن الحصة الإجمالية والمقدرة ب 13,191 رأس غنم. تواصل مختلف الجهات الفعالة جهودها بوتيرة متسارعة من أجل توفير الأضاحي للمواطنين وضمان توزيعها في ظروف منظمة.